شلونكم؟ حبيت أسولف على أول فنان عراقي. طبعا 90% من الرسامين والفنانين وحتى اللي درسوا فن ما يعرفون من أول فنان عراقي بالتاريخ، ولا يعرفون أول فنان عراقي صار له توقيع على لوحة، وما يعرفون أول فنان عراقي أسس مدرسة فنية. طبعا لا درسناها بجامعة ولا درسناها، ما أعتقد موجودة يعني. فأول فنان عراقي اللي هو يحيى الواسطي. يحيى الواسطي من واسط، من جنوب العراق. أسس أول مدرسة فنية واشتهر برسم مقامات الحريري. طبعا إذا أول فنان عراقي ما مكتوب وما عندنا أي معلومات عنه فهاي مصيبة يعني. أهم فنان عراقي ماكو أي معلومة بكتبنا ولا ندرسها، فقط ندرس الفنانين الغربيين. ما أعرف ليش يعني إحنا ما ندرس الفنانين العراقيين، وحتى إذا درسنا الفنانين العراقيين راح ندرسه من فترة قريبة يعني هذا قبل 800 سنة. طلع قبل 800 سنة مؤسس مدرسة فنية. كتبوا لنا بالتعليقات إذا تعرفون هذا الفنان وتعرفون المدرسة اللي أسسها وإذا تعرفون مقامات الحريري.